ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا جاي اقارن لك بين الريدمي نوت 10 اس والريدمي نوت 11. دول موبايلات جايين في فئه سعريه قريبه جدا من بعض، فئه سعر من 4000 ل 5000 جنيه مصري. واحد من الموبايلات دي نزل السنه اللي فاتت والطرف الاخر نزل السنه دي، لكن الاتنين قريبين جدا في السعر. وتعالى بقى نشوف مين فيهم افضل وتختار مين فيهم دلوقتي. وببساطه قبل ما نتكلم في اي حاجه، المفروض دي نسخه اس والتاني نسخه عاديه، فالمفترض كده ان النسخه الاس تكون افضل. هو طبعا القاعده دي مش بتطبق دايما، لكن في حالة النهاردة القاعدة دي هتتطبق فعلا، إلا في نقطة واحدة بس. فخلينا نخش في التفاصيل. مبدئيا كده، الديزاينات بتاع الموبايلات والخامات المستخدمة في الموبايلات الاتنين ممتازين جدا، الاتنين وزنهم ممتاز، الاتنين سمكهم برضو كويس جدا. مفيش موبايل تقيل ولا سمكه تخين ولا هيضايقك في مسكته خالص. التجربة بتاعة الموبايلين هتكون ممتازة جدا في الاستخدام. بالنسبة طبعا لخامات التصنيع، مفيش أي موبايل برضو هنا بريميوم عن التاني. يعني ممكن أقول لك النسخة الإس ممكن تحس إنها فخمة حاجة بسيطة جدا عشان الظهر بتاعها مثلا بيلمع وكده، لكن هو في الأول والآخر الموبايلين هنا الخامات بتاعتهم من البلاستيك، ومفيش أي خامة من الاتنين تتفوق على التانية. وبالنسبة بقى للمداخل والمخارج والأماكن وكل الحاجات دي، فالموبايلين هنا متشابهين تماما. الموبايلين هنا جاي عليهم مدخل 3.5 مللي، الموبايلين عليهم البصمة هنا موجودة في زرار الباور وشغالة بامتياز جدا. الموبايلين جاي عليهم هنا ستيريو سبيكر محترم جدا. ضيف إلى ذلك إن الموبايلين هنا بياخدوا خطين مع كارت ذاكرة خارجي في نفس الوقت، والموبايلين هنا عليهم مايك اضافي لعزل الضوضاء، والموبايلين برضو عليهم اي ار بلاستر للتحكم في الاجهزه الالكترونيه. فبالتالي انت هنا في الموبايلين مش ناقصك اي حاجه في اي موبايل. الموبايلين واخد كل حاجه هنا متكامله كموبايل فئه متوسطه. يعني خلينا بقى نتكلم على اول نقطه واول فرق واضح ما بين الموبايلين، وهو ده اللي ممكن يخليك نوعا ما تختار ال11. بقول لك هنا نوعا ما حاجه بسيطه جدا يعني، وهي نقطة الشاشة. ما تفهمنيش غلط، مفيش أي اختلاف ما بين الشاشتين في الواقع، الشاشتين نفس الشاشة بالظبط. ممكن تقول إن الشاشة اللي على ال 11 أموليد وتقول إن الشاشة اللي على ال 10 اس سوبر أموليد، لكن في الواقع الفرق ما بينهم مش كبير خالص، يكاد يكون مش محسوس أصلا. يعني حاجات بسيطة جدا لازم تحط الموبايلين جنب بعض عشان تاخد بالك منها. فالموبايلين شاشتهم ممتازة جدا سوبر أموليد، الشاشة هتقدم لك ألوان رائعة جدا، لون أسود غامق جدا، تشبع ألوان قوي وإضاءة عالية جدا. ضيف الى ذلك طبعا اولويز اون ديسبلاي، فمن الاخر الشاشات مش هتلاقي معاها اي حاجه تضايقك. الموبايلين بيقدموا شاشات متكامله في الفئه المتوسطه. لكن في نقطه هنا بقى ونقطه تفوق لل11 على ال 10 اس، وهي الريفريش ريت. عندك هنا ال 10 اس بيجي بريفريش ريت 60 هرتز اللي هو الريفريش ريت العادي جدا، اما بقى ال11 بيجي هنا بريفريش ريت 90 هرتز. طيب ده هيفرق في ايه؟ هيفرق في سرعه الموبايل نوعا ما. ال 90 هرتز هنا هتخلي التنقل في النظام، السكرول، النزول والدخول والخروج وكل حاجه بتعملها على الشاشه هتكون اسلس واسرع شويتين. اي حاجه فيها سحب، اي حاجه فيها سكرول، اي حاجه فيها انيميشن، هتحس ان 90 هرتز هنا مخليه الموبايل اسرع شويه من 60 هرتز. لكن خلي بالك ده مش معناه ان اداء ال11 افضل من اداء ال 10 اس، وده ياخدنا للنقطه الثانيه اللي هيكون فيها اختلاف واضح جدا وكبير، وهي نقطه الاداء. لما تبص على المعالجات المستخدمه على الموبايلين هتلاقي ان الريدمي نوت 11 بيجي هنا بمعالج جديد، معالج من شركه سناب دراجون، السناب دراجون 680. المعالج ده معالج جديد، معالج 6 نانومتر، معالج 4G طبعا. لكن لما تبص على ال 10 اس هتلاقي ان ال 10 اس بيجي بمعالج من شركه ميديا تك، الهيليو جي 95. معالج طبعا قديم، معالج 12 نانومتر. لكن لازم تخلي بالك من النقطه هنا، ان المعالج ده افضل من السناب دراجون 680 بحوالي 35%. هو الفرق مش هيبان معاك ك 35% ولا اي حاجه من الحاجات دي، لكن لو بصيت لكل حاجه فعلا هيبان معاك فرق فيها. بدايه من الارقام هتلاقي في فرق كبير وواضح ما بين الموبايلين. ضيف الى ذلك اكتر نقطه هيبان معاك الفرق فيها في الاداء هي نقطه الالعاب والجرافيكس. لما تبص للريدمي نوت 11 هتلاقي لعبه زي لعبه ببجي مثلا اخر الموبايل هو 30 فريم مع اللعبه دي، اما لما تبص على ال 10 اس هتلاقي ان ال 10 اس بيوصل معاك ل 60 فريم. ضيف الى ذلك ان هو بيوصل لجرافيكس عالي جدا، والموضوع ده طبعا بينطبق على كل حاجه وبينطبق على كل الالعاب. فطبعا هنا اداء ال 10 اس افضل بكتير من الريدمي نوت 11. حاجه كمان من الحاجات اللي بتفوق فيها ال 10 اس جدا على الريدمي نوت 11 هي نقطه الكاميرات. الريدمي نوت 11 بيجي باربع كاميرات خلفيه، الكاميرا الاساسيه هنا بتكون 50 ميجا بكسل و8 ميجا بكسل الترا وايد، 2 ميجا بكسل للماكرو و2 ميجا بكسل للعزل. اما الكاميرا الاماميه بتكون هنا 13 ميجا بكسل. لو انت ما تعرفش، في الريدمي نوت 11 اخره في تصوير الفيديو هو 1080 فقط. لكن لما تبص بقى على 10 اس هتلاقي ان الكاميرا الاساسيه هنا 64 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل الترا وايد، 2 ميجا بكسل للماكرو و2 ميجا بكسل للعزل، والكاميرا الاماميه هنا برضو 13 ميجا بكسل. واخر تصوير فيديو في الموبايل ده بيوصل لحد 4K. مبدئيا كده الصور العاديه ال 10 اس افضل فيها، وبرضو تصوير الفيديو ال 10 اس افضل فيه. باقي الكاميرات يعتبروا زي بعض، سواء سيلفي سواء كاميرا واسعه، كل الحاجات دي زي بعض. الفروقات الواضحه هنا ما بينهم زي ما قلت لك كده، الكاميرا الاساسيه ال 10 اس افضل
افضل في ايه؟ افضل في تفاصيل ومعالجه. عندك هنا الفيديو هنا افضل في ال 10 اس طبعا، عندك هنا كواليتي اعلى 4K. واخيرا بقى لما تبص على البطاريات وسرعه الشحن هتلاقي ان الموبايلين هيجيبوا بطاريات 5000 ملي امبير مع سرعه شحن 33 واط، والاثنين في النقطه دي هيقدموا لك اداء ممتاز جدا، مش هتقلق من اي واحد من الاثنين. وبالنسبه بقى للسوفت وير والواجهه والحاجات دي، الموبايلين هيوصل لهم الميو اي 13 عادي جدا. الموبايلين هتلاقي عليهم ميو اي 13 عليهم احدث حاجه، الاثنين مفيش اي واحد فيهم قديم عن الثاني يعني. ممكن ال 10 اس اقدم سنه لكن برضه هيوصل له كل التحديثات الجديده. وبالنسبه بقى للاسعار زي ما قلت لك الموبايلين قريبين جدا في السعر من بعض، الاثنين في سعر من 4 ل 5000 جنيه. فبالتالي انا رايي هنا ال 10 اس افضل طبعا، الا في حاله انت عايز 90 هرتز، وطبعا يعني انا شايف انها مقابل الحاجات اللي تاخدها في ال 10 اس حاجه ملهاش لازمه. فلو انت طبعا قدامك اي موبايل من الموبايلين انصحك طبعا انك تاخد ال 10 اس. وبس دي كده كل حاجه في النهارده، ما تنساش باللايك وسبسكرايب، اشوفك فيديو جاي ان شاء الله. سلام.